شكرا للعرب على هذه الهدايا، شكرا يا حكام العرب، شكرا. منطقة على بعد أمتار من هون يتم إزالتها كاملة، نسأل الله السلامة للناس. من المؤكد أنه الناس طبعا انسحبوا منها. هذا المكان طول الليل كان القصف فيه مستمر، تم تدميره تقريبا كله بشكل كامل، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى، فإما النصر وإما الشهادة. وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة ومعنوياتهم عالية، إنما ترى على وجوههم الإرهاق، بس إرهاق والله العظيم، ما هو إلا إرهاق وتعب بسبب طول السهر وطول الساعات، خوفهم على أطفالهم فقط ليس إلا. بينما هم فتحت الأرض بالملاجئ، وفجأة لقيت لهم جنسيات أخرى. مش هذه أرض الميعاد اللي كانوا نازلين عليها؟ كيف اجت فجأة امريكا وبلجيكا وبريطانيا بتقولوا اولادنا المختطفين عندكم واولادنا اللي بتقتلوا؟ كيف يعني؟ مش هذه ارض الميعاد؟ ارضهم قالوا ارضنا، لقيت صار لهم جنسيات اخرى. سبحان الله، يا لهذا العالم الظالم. شكرا للعرب على هذه الهدايا، شكرا يا حكام العرب، شكرا لكم، شكرا والى اللقاء.